السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح النور والسرور، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا بقى بصوا، النهاردة بقى كنت ايه اللي هو تجهيزات بقى، ان انا بدأت ايه يعني افنش الشقة كده شوية استعدادا للمدارس وللسفر الاتنين مع بعض. عشان زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده، اني طبعا بسافر في اخر الاجازة خالص وبرجع على المدارس، يعني ان شاء الله ارجع على المدارس مرجعش بعد كده. فربنا يسترها يا رب ان شاء الله ويهيئ الخير. فطبعا بصوا بقى، انا هنا كنت غاسله الستاير بتاعت الشقه كلها. طبعا هم دول مش كلهم، في تاني برضو اللي هو هتشوفهم معايا وانا بطبقهم. كنت نشرهم على المنشر التاني. فحرفيا بجد هي بتبقى يومين تعب جدا جدا، فدعواتكم ليا كده ان شاء الله ربنا يعيني ويقويني. لان بجد تجهيزات السفر او تجهيزات مع تجهيزات المدارس بقى، ان انا عايزه اخلص الشقه من ستاير سجاد، يعني كل حاجه. حرفيا بجد بتبقى تعب جدا وارهاق، لان لو هعمل مثلا ايه ستاير وسجاد وكده، وبعد كده اللي هو همسح وافرش، تمام، يعني اللي هو زي مثلا دخلة العيد رمضان، انما كمان مع تجهيزات سفر بيبقى الموضوع مرهق اكتر. فانا عايزه اقول لكم برضه ان السفريه دي انا ببقى مضطره ليها، مش اللي هو مثلا بمزاجي او كده. فالحمد لله، ربنا يا رب يعيننا جميعا ويقوينا ويديم علينا نعمتي الصحه والستر، اللهم امين يا رب العالمين. فهنا بقى بصوا، كانت الستاير انا عايزه اقول لكم كان نفسي بصراحه اصور معاكم وانا بغسلها وانا بغسل في السجاد، بس بجد كان يوم مرهق جدا، فكان صعب عليا. فهنا بقى بس انا قلت بقى هصور معاكم بقى. بصوا انا كنت غسلاهم بقى وكانوا زي القشطه. وطبعا كانت ساعدتني فيهم برضو مرات اخويا، ربنا يديها الصحه يا رب، ويبارك لها في عيالها يا رب، اللهم امين. فبجد هو كان يوم مرهق جدا، فيعني قلت ايه يعني انجز فيه واصور معاكم بقى بعد كده، وانا ايه يعني بفنش فيهم بقى، اللي هو بشيلهم واطبقهم، لان انا ما بفرشهمش قبل السفر. انا لما برجع ببدأ بقى اللي هو امسح وانفض واللي هو كده يعني ايه اروق، وبعد كده اقوم فرشه بقى الستاير والسجاد. انما كل دول ببقى شايلهم كده على السرير اوضه الاطفال، سرير كده من سراير اوضه الاطفال، وبغطيهم بملاية او بحاجة، اللي هم بقى ستاير سجاد اي حاجة من الحاجات دي. وبعد كده اقوم مغطيهم بملاية بحيث ان هم ما يتطربوش، ولما اجي بقى امسح كده وافرش على نظافة وتمام. بصوا بقى بحس وقتها ان كأن بهجة العيد. بس عايزة اقول لكم، يعني انا السنة اللي فاتت وصلت هنا كان اول يوم مدارس، اللي هو العيال يا دوبك لبسوا ومشيوا، يعني وصلنا لبسوا ومشيوا المدرسة. بصوا بقى هنا السجاد، عايزة اقول لكم بصوا النظافة بجد الله اكبر عليه. يعني لا، كان طين زي ما انتوا كنتوا شايفينه معايا، كان منظره كان رهيب بصراحة. كان متبهدل جدا جدا، بس الحمد لله يعني على مين بقى، لا تمام، خلينا زي القشطة. بس زي ما بقول لكم، فانا بقى السنة اللي فاتت كنت ما بين ان انا هنزل اودي بقى المدرسة، وما بين ان انا عايزة امسح وافرش وارص الشقة وارتبها، وكان بجد كان وقت ضغط جدا. بس الحمد لله الحمد لله عدى على خير، وان شاء الله السنة دي تعدي على خير، ادعولي كده ان شاء الله نروح ونيجي بالسلامة. بس الحمد لله يعني. هنا بقى بصوا دون بقى السجاد كله كله بتاع الشقة، من بتاع اوضة الاطفال واوضة النوم والطرقة والمطبخ والارج والصالة، اوضة الاطفال. فالحمد لله. وبرضه في الاول وفي الاخر بنقول ربنا يا رب يدينا الصحة ويديم عليكم جميعا يا رب الصحة كده وبركة العمر. وبصوا بقى هنا كنت عايزة بقى اشيل بقى كفر الانتري، انا بقى كان نفسي اوريكم الانتري اصلا. عايزه اقول لكم والله شكله جميل، مش يعني انا بالنسبه لي انا عاجبني قوي شكله الانتريه نفسه من غير الكفر. فهنا بصوا بقى كنت بدات اشيل الكفر برضه عشان اغسله واشيله برضه كده، عشان لما اجي بقى ادي تنفيضه حلوه للانتريه كده واروق عليه، واقوم فرشه فرش الانتريه بقى نضيف. لان بصوا انا فاكره ان لما كنت قلت لكم ده بصوا متبهدل ومتبقع ازاي، بس كنت خلاص قلت لكم اللي هو ان شاء الله هغسله قريب. فهنا بقى كنت خلاص اللي هو هشيله بقى كده عشان اغسله. طبعا زي ما انتوا عارفين الغسالة الاوتوماتيك عندي بايظة، وربنا يسامحه والله اللي هو اللي جه يصلحها قعد يقول لي لا ما هي بتعصر،
قال لجوزي كده، فجوزي قال لي دي بتعصر، فمشي. من وقتها ما جاش تاني، يعني حتى جوزي صوره فيديو وورهوله، هو مرجعش، ما جاش برضه. جوزي قال له ان هو يجي، قلت لجوزي لا عادي تمام، لما نرجع من السفر براحتنا، انا كده ولا كده دلوقتي شغاله على العاديه. فيا مسهل يا رب ان شاء الله. بصوا بقى شكل الانتريه، والله انا عاجبني شكله، وعشان كده اصلا الدهان زيتي والسيراميك زيتي، هتشوفوا معايا. فحاسه ان هو لا حلو، يعني لونه اصلا جميل. هي بس بصراحه الحيطان هي اللي عايزه كده بأديها دهنه كده حلوه، اغير اللون بتاعها وكده، لان هي ما شاء الله يعني بقالها كتير كده. فعشان كده عايزه بقى ان شاء الله كده بقى اغير اللون كده، الدهان نفسه، يعني اغير اللون نفسه، مش ادهن نفس اللون، ويظبط معايا كده ان شاء الله. ويا مسهل، نقول يا مسهل يا رب ان شاء الله. بس الحمد لله يعني هو تمام. انا كده قلت ايه، هشيل بقى الكفر كده واغسله واروق الدنيا. يعني انا بحاول والله على قد ما اقدر اصور معاكم في وسط الضغط اللي انا فيه، وادعولي كده ان شاء الله ربنا يعيني ويقويني. والحمد لله يعني. بصوا بقى هنا المنظر بجد، بصوا البقع اللي على الانتريه عامل ازاي الكفر. فعشان كده قلت لا، هو اصلا كده كده انا كنت سايباه عشان كنت خلاص اصلا هغسله. فقلت بقى اشيل. بصوا المنظر، لا المنظر رهيب والله. بس ربنا يعيننا ويقوينا. طبعا انا قلت اسجل معاكم دلوقتي كده بعد ما شيلته، وقلت بقى ان شاء الله هقوم اغسله على طول كده واروق واظبط الدنيا كده، لان عندي غسيل، كمية غسيل رهيبة يعني حدث ولا حرج. فالحمد لله، ربنا يعيننا جميعا يا رب ويقوينا. يعني بجد والله احنا هنقول لا, لا ستات البيوت هتقولوا قاعدين في البيت او كده، لا والله بنتعب برضو الحمد لله. والحر والفرهدة اللي احنا فيها اليومين دول، ربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا يا رب، ويعتقنا جميعا يا رب، اللهم امين، من نار جهنم. فبصوا بقى هنا برضو السيراميك، بصوا ماشي مع الانتريه والحيطان، لا بجد حلو قوي، والحمد لله على كل نعمه. وكده الفيديو يكون خلص، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.